أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد من سلسلة تعليم الشطرنج. من بعد ما شفنا كيفاش كيتحركوا هاد القطاع وكيفاش كيتفاعلوا مع بعضياتهم، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مناش كتكون اللعبة ديال الشطرنج. كما قلنا في الفيديو الأول في التقديم، اللعبة ديال الشطرنج كتكون من 3 المراحل. المرحلة الأولى هي الافتتاح، المرحلة الثانية هي منتصف اللعب، والمرحلة الأخيرة هي نهاية اللعب. المهم بالنسبة لهاد التعريفات غير تعريفات لغوية وصافي، ماشي زعما شي حاجة كنحسبو مثلا نقولو واحد من هنا لواحد 10 الحركات راه كيتسمى الافتتاح، ولا من هنا لواحد 15 حركة. المهم غير التعريف بصفة عامة تنقولو بحال هكا، بحال تنقسموها. ولكن نظريا هاد التقسيم ما عندوش زعما شي دلالة. المهم في المرحلة الأولى من اللعبة ولا في الافتتاح كما كنسميوها، كيكون الهدف ديال كلتا الفريقين هو انه يسيطر على المركز، هذا هو المركز ديال الرقعة، و يديفلوبي القطع الخفيفة ديالو. القطع الخفيفة هم لي كافاليي والفيالة، والقطع الثقيلة هم هاد القلاعي ديالو والملك. هما القطع الثقيلة لأنها قطع قوية. في المرحلة الأولى أحسن طريقة باش تسيطر على المركز هو أنك تحط فيه بيادق. لأن مثلا نتخيلوا أن أنت مثلا هو اللاعب الأبيض، فاش كتجي كتحط بيدق هنا كتكون كتسيطر على هاد النقطة من المركز، سميتو كتولي أنت مسيطر على واحد النقطة. يعني الكحل اللي بغى يلعب واحد القطعة هنا كتولي كتهدد أنك تاكلها ليه، يعني وليتي مسيطر على هاد النقطة هذه. ومثلا نتخيلوا أن الكحل لعب شي حركة عشوائية، نتخيلوا شي حركة غبية بحال مثلا حط الكافالي ديالو هنا. كما قلنا الكافالي كيمشي بآل، إذا رديتو البال هنا الأمنية ديالك هي أنك تبغي تحط واحد البيدق آخر هنا، وهكذا غتكون راك سيطرتي على هاد المربع وهذا المربع، يعني سيطرتي على المركز كامل، بالإضافة لأنك سيطرتي على هاد ليسباس هنا وهاد ليسباس هنا. شحال ديال ليسباس سيطرتي عليه؟ يعني مثلا الكحل إلا بغى يحط مثلا هاد القطعة ديالته هنا غتاكلها له نيشان. مثلا نتخيلوا الكحل عاوتاني يلعب واحد الحركة عشوائية أخرى. قلنا مورا ما كتسيطر على المركز كتبغي تفعل القطع الخفيفة ديالك اللي هي الفيل والعود. إلا لاحظتوا مثلا الفيل شحال من كاس كيسيطر عليها، مثلا باش كنكليكيو ليه هنا كيقدر مسيطر على هاد لاكاز، 1 2 3 4 5 لي كاس. خاصك الفيل تحطو في واحد البلاصة انه يسيطر على دي كاز كثار. مثلا الا حطيناه هنا شحال من كاس كيولي يسيطر عليها، هو مسيطر على هادي 1 2 3 4 5 6، بالإضافة لهادو 7 8، ويقدر ياكل هاد البيض هذا هنا اللي هو 9 و10. مثلا نتخيلوا انه لعب شي لعبة عشوائية عاوتاني. الحركة القادمة عاوتاني موراها هي نديفلوبيو هاد الكافالي هذا. تخيل ان الكحل عاود لعب واحد الحركة غبية اخرى، رجع اللور. الحركة اللي من ورا هادي هي ان واحد الحركة جديدة غادي نوريها لكم، ما سمحاتش لنا الوقت اننا نبينوها في البداية ديال اللعب. هو ان مثلا باش كتكون عندنا هاد البوزيسيون، فاش كيكون الملك كيشوف في القلعة والقلعة كتشوف فيه، كنقدروا نحطوا القلعة هنا والملك يتحط هنا، بحال قلتي غادي يتبادلوا. كنسميوها هذه، كتسمى هذه الحركه كتسمى التبييت او الكاسلين بالانجليزيه. كتولي ديرهم بحال هكا. علاش؟ لان الملك شنو خاصك دير في الافتتاح؟ خاصك تحيدو من المركز. علاش؟ لان المركز كيكون معرض للخطر. لاحظتوا حنا اللعبه ديال الشطرنج كامله دايره على السيطره على المركز. علاش؟ لان في المستقبل تقدر مثلا تجيب هاد القطعه هنا وغتولي كتنيش على هاد البيون هنا، مع هاد الفيل كينيش على هاد البيون هنا. راه الخطر هذا، والملك محدو كاين في المركز ديال الرقعة، راه معرض للخطر. هنا الملك باش كتروكي كتجيبو هنا كتولي مبرقو بهاد القلعة، وتكمل من بعد ديفلوبمون ديال هاد القطع الاخرى وتبدا واحد الهجوم ديالك. اهم حاجه هي الملك تجيبو هنا. هذه من الاساسيات ديال الافتتاح. مثلا تخيلوا هاد القطعه جات هنا، مثلا نقدر نقز مثلا بهاد الكافالي هنا مع هاد الملك هذا باقي في المركز. الا مثلا عاود لعب شي حركه غبيه، مثلا نقولوا جا هنا، الا رديتو هنا راه عندك ايماط في واحد، ايشيك ايماط في واحد. هو شنو هو؟ مثلا عندك هاد الكافالي الا لعبنا بآل كيولي كينيش على هاد البيون، وهاد الفيل تاو كينيش على هاد البيون. الا كليتيه
الحركة الجاي اللي غادي يلعبها الكحل يلعب أي حركة ما عنده فين يتحرك. صافي الملك مزموط، كتسمى إيشيكي مات. وداكشي علاش في البداية ضروري خاصك تحترم هاد لي استراتيجي اللي هضرنا عليهم. هو انك في البداية كما قلنا تسيطر على المركز، تفعل القطع الخفيفة ديالك كما قلنا. مثلا قلنا لعب هذا هنا، تسيطر على المركز، رجع هذا هنا، ديفلوبي هذا، ديفلوبي القطعة الأخرى، تروكي على قبل السلامة ديال الملك ديالك، السلامة الجسدية بيان سور. تزيد طلع هذا هنا باش تهاجم، لأنك كل ما كنتي عندك قطع قراب لهاد الملك كل ما لي شونس باش انك تدير له ايشيكيمات كيكونوا كبار، لان باش تهاجم ليه خاصك تكون قريب ليه. مثلا فاش لعب هاد الحركه الغبيه هنا عندك الحق تقدر تاكلو بهكا وسالات المباراه هنا. كما لاحظتوا هنا اعزائي المشاهدين، اللاعب الكحل ما احترمش هاد لي برينسيپ اللي هضرنا عليهم، اللي هما ديال خاصك ديفلوبي، خاصك تسيطر على المركز. شنو وقع ليه؟ وقعت له ايشيكيمات في البدايه. يعني الحركه البارفي اللي كان خاص يديرها هو انه فاش لعبنا حنا سيطرنا على هذا المربع، حطينا بيضاء هنا ولينا كنسيطروا على هذا وعلى هذا. خاص احسن اجابه يجاوبنا بها هي يلعب هذا البيضاء هذا هنا باش يحبسنا ما نزيدوش نطلعوا مازال، باش حتى هو يسيطر على هذا المربع ويسيطر حتى على هذا. الا بغينا نطلعوا هذا هنا هو غادي يولي كياكلنا، ما تبقاش عندنا هذه الحركه هذه. يعني حتى هو خاصو يتبع نفس الاستراتيجي لا بغى يكون عنده فرصة حتى هو باش يربح المباراة. كما لاحظتوا هنا في البداية قدرنا نلعبوا هذه هنا، هو لعب هذه الحركة هنا، قدرنا نحطوا هذا البيضق هنا، ولكن فاش لعبنا هذه هنا وحط البيضق ديالو هنا ما بقاش عندنا هذه الحركة هذه، لأن إلا لعبناه ولا يقدر ياكل. دونك ما غتبقاش عندنا هذه الحركة. شنو غادي نديرو؟ غنضطروا اننا ما نحطوش هذا البيض هنا، نضطروا نقلبوا على شي حركة أخرى، مثلا نلعبوا هذه ولا نطلعوا هذه. مثلا الا طلعنا هاد الكافالي هنا، هاد الكافالي شنو كيولي داير؟ كيما لاحظتوا راه طلع بآل، كيولي كيهاجم هاد البيضق هذا. الا لاحظتوا الحركه الجايه راه يقدر ياكلو. يعني شنو كيوقع لهاد الكحل؟ خاصو اوبليجي يدافع على هاد البيضق. كيفاش يقدر يدافع عليه؟ عنده بزاف الحركات. يقدر مثلا يحط هاد البيضق هنا او كيدافع عليه، ما نقدروش ناكلو دابا الا كليناه غادي ياكلنا. او لا يقدر يطلع هاد الكافالي هنا، دابا الا كليناه غادي ياكلنا. ولا يقدر يطلع مثلا هذا هنا، الا كلينا غادي يقدر ياكلنا. المهم هاد الحركات كاملين كل وحده وكيفاش يقدر مثلا يطلع بعض المرات هذا هنا باش هكا الا كليتي غادي ياكل. ولكن المهم انا ما كنقولش لكم ان شي وحده في هادو هي المزيانه، ولكن كتوبليجي عليه انه خاصو يرياجي لهاد الحركه باش كتطلع هاد الكافالي هنا. خاصو يرياجي، خاصو يديفوندي على هاد البيض، حيت سينو غتولي واكل. وفي الغالب تيديفونديو عليه بهاد العوده باش منها راه كي ديفلوبي. يعني احترم لي برينسيپ ديال الافتتاح ديال انك كديفلوبي القطع الخفيفه ديالك، ومستقبلا غادي يحاول يخرج هاد الفيل، يخرج هاد الكافالي باش يقدر يروكي. وحنا مباشره من وراها غادي نخرجوا هاد الفيل ديالنا هنا ونحاولوا نروكيو في اقرب وقيته ممكنه باش ندافعوا باش نحميو الملك ديالنا وينطلق الهجوم ديالنا. ديك الساعه نقدروا نبداو نلعبوا بهاد البيضاق وصافي نهاجموا واحد الملك باقي في منتصف الرقعه. وقبل ما نساليو اعزائي المشاهدين بغيت نوريكم واحد الحركه اللي كتسمى اون باسون. مثلا الا كان عندنا هاد البيضاق كاين هنا، ومثلا تخيلوا لعبنا واحد الحركه هنا مثلا وطلعنا هنا، هاد البيضاق يقدر يطلع دابا بجوج. في هاد البوزيسيون هادي بالضبط كاين عندنا واحد الحركه كتسمى اون باسون. هي ان مثلا هاد الحيط البيضاق كيقدر يطلع يا اما بواحد وبجوج، ولكن الا كان قدامك واحد البيضاق الا نقصتي فوق منه بجوج تولي تقدر تاكلو بحال هكا. وإلا مثلا لعبتي مثلا نقولوا شي حركه بحال هو لعب مثلا هاد الحركه هنا، ما كتبقاش عندك هاد الامكانيه تاكل. يعني خاصك تاكلو ديك الساعه ولا صافي مشات لك الحركه ما بقيتيش تقدر تاكل. لعبتي مثلا هنا، لعب هو هنا، ما تقدرش مازال تعاود تاكل. صافي يا اما ديك المره الاولى ولا صافي السلام عليكم ما كاينش.
وكما لاحظتوا الاخوان، المهم للتذكير فقط بعجاله بهذا الشيء اللي شفنا في هذا الفيديو هذا. كما قلنا في البدايه كنحاولوا نسيطروا على المركز ديال الرقعه. مثلا هذا عاود لبدا هنا نحاولوا الحركه اللي من وراء ما سيطرنا على المركز هي اننا نفعلوا القطعه الخفيفه ديالنا، نفعلوا هذه القطعه حتى هي، ومباشره من وراها الروكيو. وهكا شو القطع عندنا فين ولات ولينا كنهدوا ليه هاد البيضه هذا هنا، كنهدوا باننا نطلعوا مثلا نهدوا هنا هاد البياضيق شادين هاد المساحه كامله، ولا عندنا واحد الهجوم مباغت، ولا درنا مثلا كليكينا على هاد لابار هادي هنا، الا لاحظتوا بان التقييم كيعطي بان الابيض عنده واحد لافونتاج. مثلا عاودينا لعبنا هنا، غير لو فيت انك كديفلوبي في القطاع ديالك كيتزادك لافونتاج، كيتزادك. مثلا عاود رجع هنا، غير حركات بسيطه غير كديفلوبي. شوف هنا مثلا كيقول لك ساكريفي كاع فاش غادي ياكل صافي غطلع هذا هنا، غتجيب الملكه ديالك هنا. الحركه الوحيده اللي عنده هي يغطي. فاش غادي يغطي غتاكل، الا مشات تاكله ايشي كيماط. الا جاب الله كاع مبغاش ياكل، هاجم لك مثلا الملكه ديالك، راه كتبقى المهم ربحتي واحد البيون وحركتي ليه الملك ديالو. المهم حطيتي في واحد البوزيسيون اللي خايبه، وتقدر كما كتبين الانجن هنا غتجري له على هاد الكافالي ديالو، تاكل هاد البيضاق، طلع هاد الكافالي هنا. المهم عندك واحد الهجوم خطير. وبهذا ينتهي هذا الفيديو لهذا اليوم، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم.